تعلم الرجولة لانه شككني في ميوله، شكله قصده البروستاتا فلاي مداعبة الذكورة. انت قليل الادب. بقول لك ايه، سلومو رد الله اكبر عليه، واهلا بيكو في شيكو شيكو. طيب يا صاحبي، سلومو رد على الدس بتاع كلاش ارمله الالفا بدس اسمع الحقيقه كشمات. طيب قبل ما نبدا، كنا سعوديين، انا راجل مصري ماليش علاقه خالص باي حاجه بتحصل عندكم. انا بحب اسمع الراب، بسمع راب بس، ماليش علاقه مين عمل ايه، انت بتحب مين، انت بتحبش مين، انا ماليش علاقه بده. انا ماليش علاقه بده في مصر برضه، فاهمني؟ يعني انا بقول اللي انا شايفه صح من وجهه نظري انا يعني. فلو قلت حاجه عكس اللي انت بتحبه ما تزعلش مني. استاذنك بس في الاول تعمل لايك كده وتسبورت يعني المحتوى ده. وشكرا لكل الشباب السعوديين اللي بعتوا لي انه ادخل اسمع الدس ده، والله بتبسط لما بتعملوا ده. ماشي يا صاحبي. طيب ايه رايي في الدس؟ رايي في الدس انه مستوى انا ما كنتش متوقعه خالص من سلومو. يعني انا كنت متوقع حاجه اقل من كده، وده جايز يكون اللي بخبره مني بالسين السعودي. بس لما كنت بقارن الدسات قبل كده ببعض، كانت الدسات عند كلاش اقوى، بس سلومو قال لك ان اللي فاتوا دول مش دسات، وهو وضح ده في الدس ده. بس الدس ده فيه كميه ريباتل، فيه كميه بانش لاينز. هقول لك مين اللي كسب لحد دلوقتي بس بعد ما نسمع مع بعض. سمعنا يا سلومو وفرجنا، لان الفيديو حلو، فيديو حلو قوي قوي. الفيديو دايركتد، المخرج طلال المالكي، وليركس سلومو. بس انا مش عارف مين البرودكشن لان مش مكتوب، بس مكتوب تحت يعني في البتاع ده. بس تعالى نبص في الاخر كده في الكريدتس، مين اخراج طلال بيك، مش مكتوب بروديوسد باي مين، مش عارف ليه. البروديوسرز عندكم ممنوعين مثلا او ده مش عارف. يا حد يشرح لي ليه البروديوسرز ما بيكتبوش. جاب لك سيارة موديل 2010. عجبني البداية جدا، المشاهد اللي من لندن، المدينة اللي بيدرس فيها كلاش دلوقتي، واللي بيقول انه هيبقى فيها شوية كلام عنها يعني في وسط الدس. والراديو تيونينج، انه حد عمال بيقلب في الراديو، فانت كل ما انت عمال بتقلب بتلاقي بارات من كلاش. فهو من البداية بيقول لك هو ذاكر الراجل ده قد ايه، والدس ده هيبقى فيه زي ما قلت لك ريباتل دي، انه هيجيب بارات من كلاش وهيقلبها عليه. فتعال نسمع. للمرة الأولى صوت وصورة في أحمر بالخط العريض. للمرة الأولى بالصوت والصورة في أحمر بالخط العريض. وده كان انترفيو طلع فيه كلاش زمان تقريبا على برنامج لبناني يعني أعتقد، وكانت دي طريقة تقديمه للجمهور. فهو حلوة جدا إن هو استخدمها، قال لهم للمرة الأولى الصوت والصورة. الصوت اللي أنت سمعته في الأول اللي هو راديو تيونينج اللي كان فيه بارات كلاش، والصورة اللي أنت شايفها قدامك اللي محطوطة في العربية. فلعبة حلوة وذكية. شكله قرضاب انتهى حبره، صار الحكمان يطبخ له في قدره. البداية شكل الجرداب انتهى حبره. الجرداب اللي هو قلم كلاش زي ما هو قال له في الدس بتاع أرملة الألفا، فقال له شكل الجرداب بتاعك قلمك خلاص حبرك انتهى، وصار الحكمان يطبخ له في جدره. الحكمان ده اعتقد هو قصده على صقر، لانه سلومو انا شفت لايف ليه بعد الدس وهو طالع بيتكلم عن انه كان بيسمع الدس يعني وقتها، وفي كده كانت حته سكيمه لعبها كلاش، فقال يا صقر تكتب له يا صقر ماشي. فشفت يلا انا بتكلم سعودي بضحك قوي من جوايا والله. فصقر انا ما اعرفش مين صقر، بس انا واضح انه رابر هناك، هو شاكك انه اللي كاتب له ده، فقال له صار الحكمان يطبخ له في جدره. وتحليل الراب انحرق جذره، يوم عدى الايرور للشاتل والعالم يدروا انه منافق حق. تحليل الراب انحرق جذره علشان طبعا تشانل جذور الراب اللي هي بتحلل الراب السعودي. فهو بيقول لهم انه الراب اتحرق جذره. فهو هنا بس بيديهم حته كده انه عشان عدته لكلاش الشاتل اللي عملها، ان هو شتل دي عندنا يعني عشان المصريين نبقى فاهمين. انا برضو قعدت سيرش عليها لحد ما لقيت حد شارحها لحد ما لقيت حد شرحها، وهي انه يقع من على البيت. فهم كانوا بيقولوا انه في أرملة الألفا وقع من على البيت. هو مش وقع من على البيت، هو جري سنه يعني في حاجه بس حصلت سيكا، بس ما كانتش واقعه قوي يعني. بس لحد دلوقتي سلومو خايم معروف بغدره، كان يضرب المدام ويقذفها واهله يعتذروا.
كان يضرب المدام ويقذفها واهله يعتذروا. ده في ماضي كلاش يعني، برضو بعد السيرش فهمت ده انه ده بالفعل حصل. فده بيرد على فكره انه هو بيمد ايده على الستات، وانه في كام اتهام كده ليه علاقه بالستات هيعدي عليه لكلاش. بس اللي عجبني هنا هو تصوير كلاش كسلوت، اللي هو ده المشهد اللي انت شايفه ده. هنا كلاش هو اللي سلوت، اللي هو لابس الزعبوط ابو بتاعه من ورا دي، لا مؤاخذه يعني، وواقف قدام سلومو. من يومه يغلط ويكابر، بس هل يا ترى الواد اتعافى بس ما يقدر غير على المرة. الواد اتعافى بس ما يقدر غير على المرة. وهنا في حاجه حلوه قوي قوي قوي، وهو بيفتح الباب في صوره بنوته صغيره. ليه بقى؟ علشان هم كانوا بيتهموا كلاش، ما اعرفش ده اتهام حقيقي ولا لا يعني، بانه ليه في القاصرات الاندر ايج، علشان بس يبقى الموضوع ابسط شويه. وده كمان كان مكتوب على الشنطه اللي موجوده على الارض، الشنطه الصفراء، وكاتب له منها قاصرات وفاشي وواشي وكام حاجه من اللي قالها له. فلحد دلوقتي الاخراج لاعب حلو، مش مجرد كليب معمول وبس. فلحد دلوقتي هنا الاخراج اصيع من الاي اي اللي لعبوا كلاش. تقول لي جيجي ولا الموت، حاكين في الحلبة فين الجول في الواقع، عكس المواقع قدامي ما يطلع لك صوت. تقول لي تشيتشي ولا الموت، لكن في الحلبة فين الجوت. وده برضو علشان هو الراجل قال له كذا مرة في لايفات وفي كذا حاجة انه كلاش لو شافني في شارع هيركب عربية ويجري من الناحية التانية. وكان في فيديو كده برضو بعد الديس ده ما نزل انتشر كده، الناس شيرته، كانوا عاملين بيع حاجة على تيك توك انه كلاش كان واقف في حلبة، معرفش دي كانت حلبة MMA ولا ايه، وكان سلومو اللي كان واقف في الحلبة وكلاش كان قاعد بعكاز. فسلومو قال ان شاء الله لما تقوم بالسلامة انا مستنيك في الحلبة، وكلاش ما جالوش في الحلبة. فبيقول له انا استنيتك في الحلبة وانت ما جيتش. ففي الواقع عكس المواقع، انت في الدسات وفي الحاجات دي عمال تقول انك قبضاي، وانا قلت لك انا مستنيك وانت ما جيتش. فحلوة حلوة. انت عن زمان تقوم، يوم شفت القفص مالك صوت، لانك خايف تاكل الجيجي لحد ما بعد الموت طلع. حلوة فشخ، حلوة جدا جدا جدا. لحد دلوقتي هو ماسك له الحتة دي بتاع انت عنزة ما انت جوت. انت عنزة مش جوت، هي اصلا نفس الترجمة. ولا فالعنزة بالانجلش يعني جوت، وفي نفس الوقت الجوت اللي هي الجريتست اوف اول ذا تايم، اللي هي اجمد واحد في كل حاجة. بس انت مش جوت، ما تقولش على نفسك كده انك ما جيتليش في الحلبة. ما طلع صوتك يا صدق اليوم لما ناديتك كيكي، 6 شهور وزيدك سنة ما عندك ردينا جيكي. 6 شهور 6 شهور صحيح يا راجل. عشان كلاش لما جه يرد على الدس او يرد على النكشايه خد 6 شهور عقبال ما يكتب ارمله الالف او يحضر ارمله الالف، ايا كان ايه اللي عطله. بس 6 شهور ده رقم كبير قوي في البيفات. 6 شهور ده رقم كبير، في حين انه الفرق ما بين ارمله الالفا وكش مات اعتقد شهر واحد بس يعني، لو انا فاكر كويس. فقال له 6 شهور عشان تعمل لي ده. وبعدين قال له كلمه يا صيده. ليه بقى؟ علشان في الكليب في السلوت اللي انا قلت لك عليه هو كلاش هيتحول لفار دلوقتي. لا تعيشي لي الدور الصعبة وانت سهلة. فقام ماسكه كده زي الفار وقام رميه في الشنطه. لانك زي ولدك يا كيكي ما عندك بابا يربيكي. لان زي ولدك يا كيكي ما عندك بابا يربيكي. وهنا بيريباتل برضه على اللي كلاش قالوا عليه انه انت ابوك وانت اللي جبت العار لابوك وانت اللي عملت. فهو ساب سيره الاب خالص. لان سلومو وهو بيسمع الديس لايف قال له انت جبت سيره الاب، طيب تمام انا هلعبها معاك، بس انت اب اصلا فانا هلعبها معاك في الحته دي. قال له انت زي ولدك مش لاقي حد يربيك، علشان كلاش سايب ولاده او سايب ابنه وخلاص دلوقتي موجود في لندن. فلعبه حلوه. لو انا برضو بقول المعلومات صح، راعي ان انا مصري. يالا انت عملت لايك؟ اعمل لايك الله يبارك لك. مين المهووس اللي بينبش في البثوث؟ مين المنبوذ اللي بيروج للشذوذ؟ مين سب اخوه؟ مين قاذف امه؟ مين الديث نوت؟ يا ابن السر. قول لي مين اللي بيروج للشذوذ. وهنا برضو زي ما بقول لك هو بيريباتل على انت عمال تقول انه انا اللي بعمل كده. يا باشا انت اللي اصلا قايل تدعي بذكوريتي، ما انت اللي قايل ده في الدس بتاعك. فيبقى مين فينا اللي بيروج للشذوذ؟ ده غير انه كلاش برضو كان بيقول له انت عار على اهلك وانت اللي عامل كذا. فقال له طب مين اللي قاذف اخوه؟ طب مين اللي سابب اخوه؟ طب مين اللي قاذف امه؟ ولما تعمل سيرش كانسان مصري هتلاقي انه كان في تراك كده غريب مش عايز اتكلم عنه يعني. اكيد اخواننا السعوديين فاهمين واخواننا المصريين انت كده فهمت هو كان عامل تراك بيحصل فيه ايه يعني. ده فاكت اللي بيتقال، ده فاكت للاسف.
وقفت نفسي انا حاميها بدون مقاطع، اجيب الشاول واحفر حفرة فيها. اسمك يا خاضع فين لك ثغرتك يا فاجر، يلي بالتاجر بالمآثر قالك بيجيني باسم الدين وهو يجاهر بالكبائر. الراجل ده ذاكر قوي، الراجل ده ذاكر قوي والله العظيم، ذاكر قوي. علشان انا ده اكتر حاجه اخدت فيها وقت، علشان كنت محتاج اسيرش كتير قوي عشان افهم حاجات كتير قوي. فاتضح انه في فيديو كان لكلاش مع بنت وقالت له هي موضوع الحفره ده، انا مش فاكر قوي النص يعني بتاع الموضوع ايه. كلاش كان باين في الفيديو فاهم ارنوبي ودبدوبي والحاجات دي، رغم ان هو كلاش يعني كلاش بس كان باين في الفيديو الدبدوبي والارنوبي بتاع البنوته وبتاع وهي كانت بتجيب سيره الحفره دي، فقال له اجي بالشاول واحفر حفره فيها اسمك يا خاضع، عشان كان باين جدا انه انا بس مش عارف هو بيجاهر بالكبائر دي يعني حصلت امتى من كلاش. يعني حاولت ادور بس ما لقيتش ان الراجل جاهر بكبيره ما، يعني ما اعرفش ايه هي بصراحه. فدي ممكن تكون جلد بس شويه او حاجه انا مش عارفها. معروف بالسب والقذف القدر هذا فن حشرة، ما هم السمع يبغى الناس تتكلم عنه. حلوه قوي يا سلومو، حلوه جدا جدا جدا، وتلفت نظرك ولازم تفكر فيها انه الراجل اهو لحد دلوقتي احنا داخلين في دقيقه او 20 ثانيه الراجل عمال بيري باتل، مفيش لفظ واحد ممكن تتضايق منه، مفيش حاجه شتم فيها، مفيش حاجه قال لك اصل انت شبه كذا. حلو اللي اللهم الا بس ادفن ثغراتك دي مالناش دعوه بيها. بس دس الى حد ما كلين شويه، واي نعم في الدسات مفيش كلين ومش كلين، بس ده الفرق ما بين اللي عايز يقوله لك، ان كلاش بيقعد يشتم كتير، بس انا مع عامل لحد دلوقتي دس انا بحكي فيه كلاش بيعمل ايه. ما هم السمع يبغى الناس تتكلم عنه بكمي، لا يغركم شكله. ما هم السمعه يبغى الناس تتكلم عنه بكمي، معرفش بكمي دي قصده بكمي، فدي بتريفير لحاجه ليهم او بتقول حاجه ليهم، بس انا فهمتها انا كمصري بكمي اللي هي البنت البكمي، البنت اللي بتبقى عايزه تقول ان كلهم عايزين يبقوا بيحبوني وكلهم كذا وكلهم كذا، فهي بتبقى عايزه بس الناس تتكلم عليها مش اكتر. انا فهمتها كده، معرفش ده حقيقي ولا في حاجه سعوديه ليها علاقه بالكم، كنت اقول بالكمي. فاشل وشاتل ما يقدر يقاتل، جات المشاكل يتحول لفار، واشي وماشي كانه تكاشي، نظام الكلاش يهد ببار، قاعد يخاطر لانه مسافر يظن انه قاصر ما يلحق وعار، هايط وقرر يدور مبرر اسلوبه مكرر طوافي غبار. يا معلم ايه يا معلم، ما بالراحه يا اسطى. طب ما هما الراجل بيقولوا امال انتوا متضايقين منه ليه في السعوديه؟ انا مش فاهم، لانه فاشل وشاتل ما يقدر يجاتل، ان جاته المشاكل يتحول لفار، واشي وماشي النظام وتكاشي النظام الكلاشي اهده ببار. حلو جدا جدا، هو لعبها انترنال رايم ووزن على الاخيره انترنالز القوافي الداخليه بتاعته، فاشل وشاتل ما يقدر يقاتل، ان جاته المشاكل يتحول لفار. بعد كده ابتدى يوزن على فار دي هيقفل بيها كل بار، فار بار عار غبار، وفي الوسط كله لعبه انترنالز، واشي وماشي نظامه تكاشي نظامه الكلاشي. لما الراجل عنده اهو عنده جدا كمان. يبغاها راب انا هعلمه ايش قدره، يبغاها حلبة حيلاقيني بانتظره، يبغى الفضايح ده مستشرف حفر قبره، لما سوق لي بارتي وطرد وما ياخذ اجره. استنى عشان في سويتش فلو هيحصل دلوقتي، فنتكلم بس عن دول. ان يبغاها راب انا هعلمه ايش قدره، لو عايزها راب هقول له الدنيا فيها ايه، ولو عايزها حلبة هيلاقيني بنتظره، وهو بيقلع انا مستنيك، وهو فعلا كان مستنيه في حلبة كذا مرة. لما سوق للبارتي وانطرد دون ما ياخد اجره. وانا بيتكلم على الحفلة اللي كان هيكون فيها كلاش، والحفلة بعد كده قالوا له انت مش هتبقى موجود فيها، وفي حصل مشاكل يعني، فطلع كان هو قال لهم الفيديو اللي انا نزلته، فانت عملت تسويق لحفلات، وكنت بتقول في الدس بتاع ارمله الالفا انه سلومو بيعمل تسويق لحفلات، فايه العيب في كده طالما انت كمان بتعمل كده؟ فاهم الري باتلز، فاهم الراجل ده لعب الدسايه ازاي؟ خش بقى على سويتش فلو. جاهل وانت دموعك منه يجروا فاشل مروا قبل بيكروا شاطر. يا صاحبي الراجل قايل حلو قوي يعني. يا جمهور كلاش خلينا فيه شويه انصاف، الراجل جاب في الدس بتاعه كلاش يراب معاه، شكله الجرداب انتهى حبره، وهو اللي لعب له الاد لبس، قال له جاهل، وبقال لك وصار الحكمان يطبخ له في جدره فاشل. انا من ربي جيت عشان ادعسلك على فوق، لانه واضح انه اهلك ما عرفوا لك يا صعلوك، كان المفروض يفهموك انك شايل اسم ابوك، ويعنفوك لما يلاقوك تسب في امك باخوك. انت جيت للي يعرف يعريك، يعرف كيف يهز رجولتك بدون ما يمتطيك، وانت مصدق انك واشي ما في داعي للتشكيك، قول لي ليش قاعد تبرر وانت ما حد مشتاق. ايه يا اسطى الفلو ده؟ ايه يا اسطى ده؟ الله اكبر عليك يعني. ايه ده؟
يا جدعان ده وكميه ري باتلز لعبها لانه واضح انه اهلك ما عرفوك يا صعلوك، كان المفروض يفهموك انك شايل اسم ابوك، نفس اللي كان بيقوله في ارمله الالفه. انت ازاي بتقول كده على ابوك يا سلومو؟ انت مش عارف ان ابوك ده راجل؟ طب انا هقول لك ان ابوك راجل بس معلش انه خلف واحده. شويه انصاف. انا بحب كلاش، ما تهزرش، انا بحب كلاش. اتفرج على الفيديو التاني حلو. بس دي راب جيم، راب جيم اللي بيكسب فيها بنقول له برافو. ديو لاف مي ترى الهرجة مرة جيه، رسالة حب لبنت انت حاشر نفسك ليه؟ هنا البيبي قالت بو او شيت ايرور عليه تلقاه يفكر. رسالة حب البنت انت حاشر نفسك ليه؟ وهو هنا بيقول له على تلقاه يفكر انه الطيارة كمان عليه. هنا بيقول له انه كل الحاجات اللي فاتت دي انت افتكرتها عليك؟ معقولة؟ ما تهزرش، دي كانت لبنات انت خدتها عليك. انا كنت كاتبها البنت، فانا لو كاتبها البنت وانت خدتها عليك ففي مشكلة عندك. فاهم لعبها ازاي؟ قاعد يفكر انه الطيارة مرسولة دس عليه دقيقة، لا تكون الهرجة دي حقيقة، والخيخة قلمه مو قادر يخفيها بأي طريقة. عنده عقدة نابليون، هذه الهرجة مو جديدة، لكن لما قال لي تويتي صرت بعرف مين رفيقه، لأنه كان في سناب زمان يستفحل على البزورة ويعامل كل من حوله بذل عشان يرضي غروره. قلت علم، لكن لما قال لي تويتي ابتديت اعرف مين رفيقه، لانه كان في سناب زمان يستفحل على البذوره. هي البذوره دي ما اعرفش مقصود فيها البذوره اللي هي البنات الصغيره يعني زي ما انا فاهم ولا لا، علشان تويتي وكرتون وبنات صغيره وكده، فلو هي كده فهي صايعه قوي، لو هي مش كده فحد يشرحها لي. الرجولة لأنه شككني في ميولة، شكله قصده البروستات أفلام مداعبة الذكورة. اللاين ده صعب قوي قوي، قلت اعلمه الرجوله لانه شككني في ميوله. شكله قصد البروستاتا في لاين مداعبة ذكورة. انا اشرحها ازاي دي يا عم الدنيا انت؟ يعني انت راجل اقرع وقد الدنيا وعرفت تكتب ده. ما تعمل حساب ان احنا لازم نشرح للناس، هنقول لهم ايه والله. بص يا صاحبي، هو يعني انا مش هينفع اتكلم، انا عايز افضل في بيتنا مش عايز اروح في حته. فايه، اعمل سيرش انت ماشي، اكتب كده اللي هو كاتبه، هيطلع لك الشرح كله ماشي. بس سيرش لوحدك، ايه اللي هيبارك لك يعني، لو عايز ترسل ان هي معلومه طبيه في الاول وفي الاخر. انت قليل الادب. جمهور اللواء شغلك جيز، ماله داعي ذكاء وفن حقيقي، انت فيك اصطناعي. ما في شات جي بي تي تيجي تتعلم اي بي سي، ما في اي اف هنا في سلو بين ام و اي. هاي الشي قال لك هنا ذكاء وفن حقيقي، انت فيك اصطناعي. هنا ذكاء وفن حقيقي، هنا ذكاء وفن حقيقي علشان الكليب، انت فيك اصطناعي علشان الكليب كله بالاي اي. بص بقى الصعب، بص بقى صاحبي اللي جاي قال له ما في شات جي بي تي تيجي تتعلم اي بي سي، عشان هو قال لك في اللايف برضه انه هو مسافر بره في لندن علشان يتعلم اي بي سي دي، فهو قال له ما في شات جي بي تي عشان تيجي تتعلم اي بي سي. ما في اي اف دي اعتقد الجامعه اللي فيها كلاش هناك. هنا في سلو مو، هنا في سلو بن ام او اي اللي هي سلو مو، وينفع تاخدها علشان هي مكتوبه M.O.E ان هي اختصار Minister of Education، وزاره التعليم. لو انت سلومو كاتبها كده زي ما انا فهمتها، الله اكبر عليك قوي. مسوي خنزير، هاي الشي ياكلوا ماله تبرير، هاي الشي فور ريل. يقول لك عنده قطار، هاي الشي ثم يبني محراب، هاي الشي فور ريل. ان يبغى يخفي الاوجاع، هاي الشي يتغصب ضحكة الضباع، هاي الشي فور ريل. شتل ويدعي الثبات، هاي الشي لانه لقم كالشمال، هاي الشي فور ريل. شتل ويدعي الثبات، شتل ويدعي الثبات، وقع من على البيت وبيدعي انه واقف ثابت، يعني انه لجم كش ومات. بس عظيم جدا جدا جدا، مستوى انا ما كنتش متوقع انه يعرف يرد على ارمله الالفه بالشكل ده، وده معناه ان ارمله الالفه كان ديس بالنسبه لي كويس جدا، وديس كان قوي، وانا لسه بقول لك انه كان قوي، بس الريباتل اللي حصلت عليه. فاحنا كده في راوند 1 1-0 لسلومو، وربنا يستر من جمهور كلاش، عشان انا بسمع ان انتوا عندكم عنف يعني، بس انا اخوكم مصري ما تدخلونيش في الخناقات اللي بينكم يعني. ممكن تروح لاخواننا السعوديين اللي بيعملوا الفيديوهات دي تتخانق معاهم، هم يعرفوا يردوا عليك، انا مش عارف ارد عليك، وهتبقى فاهم. يدخل بقى جمهور مصري يتخانق مع جمهور سعودي، احنا اخوات واصحاب والليله عسل يعني. بس راب جيم سلومو 1-0 جدا 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 يعني. مستني رد كلاش، اتمنى ما يبقاش بعد 6 شهور علشان
كلاش بالنسبه لي انا اكتر واحد اتكلمت عنه في الراب السعودي يعني. نزلت له فيديوز كتير، ما نزلتش ولا فيديو لسلومو، دي اول مره. علشان بس لو انت فاكر ان انا من جمهور سلومو، ادخل قلب عندي هتلاقي كلاش ظاهر كتير، مش هتلاقي سلومو ولا مره. بس هي 1-0 يا صاحبي، هي 1-0 مليون في المية. بس حاجه حلوه، راب جيم اعتقد الجمهور السعودي مبسوط بيها جدا يعني. يا رب الرابرز كلهم يمسكوا في بعض واحنا نتبسط يا صاحبي. ولو وصلت للحته دي في الفيديو خليك عارف ان انا بحبك جدا، وبعد ما خلصنا ده بقى اكتب لنا ايه حاجه في الكومنتات ناخد عليها ثواب انا وانت حبيبي.